اول حاجه كده معايا كميه من اوراق الفراخ. طبعا غسلتها كويس قوي وخليتها زي ما انتم شايفين كده، شلت منها العظم وخليت الاوراق كلها زي ما انتم شايفين، وانا اللي خليتها هنا في البيت. وهحط لكم فيديو وانا بخليها، هنزل لكم كده في صندوق الوصف. تمام. اول حاجه بقى هجيبها، وبعد هعمل ايه، هجيب ايد الصلايه كده او ايد الهون او اي حاجه تقيله عندك. ابداي كده خبطي ودق كده فوق اللي وراك، بحيث ان انت ايه، ترققيها شويه وتعملي لها فرد كده، تفرديها تبقى واسعه شويه. تمام. عملت الكميه كلها، وجيت هنا جبت بصلايه مبشوره، نزلت عليها كده بنص معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من السبع بهارات. تمام. وبدات ادعكهم في بعض كده زي ما انتم شايفين. هعمل ايه، هنمسك بقى. طبعا الخطوه دي مهمه جدا قوي، بتدي للفراخ طعم كده جميل قوي، او بتدي للاوراق الفراخ دي طعم حلو قوي، اللي هي ان انا هتبل الاوراق الاول قبل ما احشيها، زي ما انتم شايفين كده من جوه ومن بره. ماشي. هجيب كمان واحد هعمله بالبصلة كده. الخطوة دي بجد مهمة قوي، وما شاء الله بتدي لها نتيجة حلوة قوي قوي. تمام كده خلصناها كلها، هنركنها كده في جنب تتشرب شوية من التتبيلة على ما اجهز بقية الوصفة. بس يلا، ان كنت وصلت معايا يا حبيبة قلبي ما تنسيش تحط اللايك. معايا هنا كمية كده من كبد الفراخ، انا كنت محوشاها، قطعتها صغير، ومعايا كده حوالي 3 بصلات متوسطين مقطعاهم كده مكعبات صغير. جبت بقى طاسة على النار، نزلت فيها بمعلقتين من السمنة البلدي، عليهم كده معلقتين من الزيت، ونزلت عليهم بالبصل اللي انا مقطعاه مكعبات، وابدا بقى ايه، اقلب فيهم كده واشوح البصل. تمام. انا هفضل اشوح في البصل كده لغايه لما ريحته تطلع وياخد معايا اللون الذهبي الخفيف ده. تمام. نزلت عليهم بقى بالكبد، هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل الاسود والبابريكا والسبع بهارات، وكمان رشه من الجنزبيل، وكمان رشه صغيره كده من الحبهان المطحون. واحط لكم برضو المقادير دي في صندوق الوصف، البهارات وكل المقادير بتاعت الوصفة بتاعتنا. تمام. وهقلب كده، وبعد ما قلبت كده الكبدة مع البصل مع التوابل كده وشميت الريحة طلعت، نزلت بالرز بتاعي المغسول ومنقوع. دول كوبايتين من الرز. ال ال كمية الوراك هي تحتاج مثلا كوباية واحدة، بس احنا بنحب الرز يا جماعة، فعملت كوبايتين غسلتهم ونقعتهم، وبعد كده حطيتهم وابدأي قلبيهم وشوحيهم كويس مع الكبد لغاية ما تسمعي صوت التزييقة بتاعتهم كده، والرز عمل تزييقة كده. هبدأ أنزل بكوبايتين من المية، بس كوبايتين كده اللي هما كوبايتين الشاي، وهقلبهم واغطيهم بالظبط كده، خدوا 10 دقايق تشربوا كده. انا هسوي الرز كده التسوية بتاعتي 75%. يعني مش هيسويه قوي، لان احنا عارفين ان اللي وراك ما بتاخدش السوا. تمام. فانا هسويه 75، والربع التاني هسويه بقى مع الفراخ. ماشي ماشي يا حبايب قلبي. طيب يلا نحشي بقى. هجيب الورك افرده كده، وابدا اجيب بالمعلقه وادخل الرز كده جوه العصبه. طبعا انا خاليه كله من العظم، دي اوراق مخليه. وابداي كده زق بالرز كده جوه العصبه. تمام. وهنحط كمان الرز هنا في اللي فوق، بس حاولي ان انت ما تكتريش الكمية عشان ما تفجرش منك كده وتفتح. تمام. وابداي بقى قفلي القفل بقى، اهم حاجة قفلي كويس قوي علشان ما يخرجش الرز اللي احنا حطيناه فيها. حط اللايك يا سعدية. اوعي تنسي. هجيب بقى هنا ايه معايا هنا إيه، خلة كده صغيرة، هبدأ بقى كده ايه اقفل بيها. تمام. مسكت الجنب ده وهجي من فوق كده هقفل برضو. ما تخافوش، الخلة دي احنا بنشيلها قبل التقديم في الاكل، انا بقفل بس بيها علشان الرز ما يخرجش مني. تمام. اهم حاجة تقفلي كويس جدا، يعني تاخد منك 3 عصيان 4، قفلي زي ما تاخد. تمام. المهم انك تقفليه قفلة محكمة عشان ما يفرطش الرز اللي فيه ويخرج منه. خلاص كده عملناه اهو، قفلناه زي الفل. هعمل معاكم واحد تاني كمان. تمام. بصوا اهو. يلا هنعمل التاني وهنشوف اهو. بصي، هتحط معلقة رز الاول، تحاولي تدخليها كده جوه العصبة. تمام. وبعد كده هنحط برضو الرز بقى التاني، معلقتين كده صغيرين ما هماش مليانين قوي. وصلت معايا لهنا تاني؟ حط لايك حبيبة قلبي.
لايك لا بيكهرب ولا بفلوس. وابدأ احط الرز وهنقفل تاني برضو التقفيلة بتاعتنا. تمام. اهم حاجة في الموضوع ده كله تقفيلة الورك يا جماعة. قفلي الورك كويس قوي هتاخدي نتيجة من حلوة قوي. بص اهو هجيب الجنب ده، يعني بص في الاول كده هجيب ده على ده، وبعد كده اقفل من فوق، وبعد كده اقفل من الجنب ايه التاني. تمام. وخلصنا هنا تقفيله زي ما انت شفتوا كده. وهخلص الكميه بقى كلها لوحدها عشان ما اطولش عليكم الفيديو حبايب قلبي. اهو وهنا خلصنا كل الكميه. ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله. ده حمام ولا مش حمام يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ بص هجيب بقى الصينيه، هرص فيها كده الحمام بتاعنا. هحط فيها طماطمايه كده قطعها نصين مع بصلايه صغيره. هحط فيها كمان حبيتين كده حبهان، مع حبيتين كباب صيني، ورقة لوري. تمام كده. وهنزل عليهم كمان بحوالي كوباية كده من المية. بصوا انا هنا بفتح الحبهان. انا بحب افتحه بصراحة، مش بحب احطه مقفول كده. ورشة الملح خلاص كده. نزلنا هنا اهوت بكوباية مية كده او كوباية ونص. وهبدأ بقى ايه اهز كده شمال يمين بحيث ان انا اقلب التوابل اللي انا حطيتها والملح كده كله مع بعض. طب هتعملي ايه يا ام احمد تاني؟ هجيب كده عصايتين من اللي هم العصيان الخلة. هعمل ايه؟ هعملهم زي ايه شمسية كده. بحيث انا عايزة احط ورقة الزبدة، مش عايزاها تلزق في الحمام او في الوراك بتاعتنا، عشان لما تيجي تشيليها ما تشيلش الجلدة معاه. وبعد ما قفلت بورق الزبدة هجيب صينية كده من نفس المقاس الصينية بالظبط، وهقفل بيها تبقى محكمة قوي. وهدخلها الفرن. طيب انا لو عندك ورق فويل اقفلي بورق فويل عادي. طبعا بعد ما دخلتها الفرن واستوت كده بعد مدة ساعة او ساعة الا ربع تقريبا، طلعتها. كنت عاملة هنا معلقتين من الصلصة وممكن تستبدلوهم بكاتشب. حطيت عليهم كده شوية ملح وشوية فلفل اسود مع معلقة زيت وعصرة ليمونة. وبدأت ايه ادهن وش الايه الحمام بتاعنا كده. وهرجع تاني ادخله تحت الشواية ياخد اللون العظمة ده. وخلاص كده وبقى معايا احلى حمام كداب. ويعني ماله الحمام الكداب يا جماعة؟ هو زعلنا في حاجة؟ ما زعلناش في اي حاجة. وسامحوني واعذرونا على صوتي عشان انا تعبانه شويه. يا ريت بالله عليكم كده تدعوا لي، لان انا مش احسن حاجه يعني. انا الصحه رايحه خالص، واخده دور برد جامد جدا جدا، فادعوا لي بالله عليكم. هنا خلصنا الحمام بتاعنا، يلا نقدمه بقى. طبعا هنا كميه الرز قايله لكم احنا بنحب الرز ده قوي، فانا بحب اكتره بصراحه. فعشان كده برضو كنت عامله كميه كبده كبيره، بحوش كميه